غاز الخردل لقتل مئات من الحجاج. ولولا يقظة الجهات الأمنية في كل حج لرأيت من الصفويين أعاجب في التعرض لضيوف الرحمن جل في علاه. يا حكام المسلمين، يا أيها العلماء، من خذل مسلما خذله الله. إخوانكم يستنصرونكم، المساجد تشتكي، المآذن بعدما كان يوحد لله وحده لا شريك له فيها صار يعلق عليها لافتات مكتوب عليها يا حسين. من يرضى بهذا؟ أيحل لنا أن نسكت بعد ذلك؟ يا أصحاب الأموال، إن أحرار الشام وحرائر الشام من حفيدات وأحفاد خالد وعبادة يستنصرونكم مددا يقاتلون به نيابة عنكم. أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله إن تمكن الصفويون اليوم في حرب سوريا، إن تمكنوا من الشام، فإن الطريق ماض على بقية بلدان المسلمين. أيها المسلمون، هذه الخطبة ألقيتها الأسبوع الماضي الجمعة الماضية في الرياض بأحرفها، أستنهض فيها أهل المملكة بلاد الحرمين الشريفين لينهضوا لنصرة إخوانهم. وجئت اليوم إلى الشعب البطل، جئت إلى شعب مصر العظيم لأستنهضهم بها. جئت إلى شعب البطولة والشهامة، يا أبطال العبور، يا رجال حرب رمضان، يا من حطتم خط بارليف. أرض فلسطين لا تزال تشهد لأجدادكم بالبطولة والإباء. لا يزال المسجد الأقصى يحكي قصص مصريين جاهدوا واستشهدوا على ثراه. يا أحفاد الإباء، يا أحفاد الإباء والشهداء، الأمة تعول عليكم أيها المصريون بالقيادة والريادة. وأنا ولئن كان خطاب اليوم عاما إلا أنني أخصكم به أيها المصريون. اجتمع أمس في مصر مئات العلماء والمجاهدين. والله التقيت البارحة بمجاهدين خرجوا من كتائب الجهاد في سوريا، خرجوا تهريبا متنكرين حتى استطاعوا أن يجتمعوا معنا أمس. اجتمع مئات العلماء ينتسبون إلى أكثر من 70 هيئة ومنظمة، حضروا من 50 دولة إلى هنا، إلى أرض الإباء، إلى أرض البطولة، إلى أرض التمكين، إلى مصر، ليناقشوا قضية السورية. تحاوروا وتناقشوا، وخرج العلماء البارحة ببيان أعلنوا فيه وجوب الجهاد في سبيل الله.